مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. اتمنى ان تكون الفقره اللي فاتت الفقره الامنيه نالت اعجابكم ان شاء الله، ونكون وضحنا كثير من الحقائق. اكيد مش كل الكلام هيجي على مزاجنا، لكن احنا كنا بنوضح رؤيه وزاره الداخليه. تعالوا دلوقتي ندخل بقى في موضوعنا، الفقره الطبيه، التشنجات الحراريه والفرق بينها وبين الصرع اللي بيجي للاطفال، ازاي نتعامل معاه واسبابها وتشخيصها. كل ده ان شاء الله هنعرفه مع الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده. برحب بحضرتك يا دكتور. صباح الفل. صباح الفل. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله رب. ايه بقى موضوع التشنجات الحراريه؟ طبعا في ناس كتير بتتكلم عن التشنجات. التشنجات الحراريه هي موجوده في 20 ل 25% من الاطفال، فده رقم كبير يعني. طبعا يعني لما تقول 100 طفل في 20 او 25 طفل عنده تشنج حراري، دي حاجه من الحاجات اللي ايه اللي تخوف شويه، تخوف الاب والام، رغم ان هي حاجه بسيطه مش مخيفه يعني، لكن هي بيبقى الاب والام قلقان جدا. التشنج الحراري يعني مع ارتفاع درجه الحراره بيحصل حركات لا اراديه وغياب عن الوعي لمده قصيره، وبعد كده يحصل اللي هو ده ما يسمى بالتشنج. فلما بيحصل التشنج دوت طبعا اول مره الاب والام بيتخضوا بشكل جامد، لان طبعا هم بيحسوا ان الطفل بيروح منهم لا قدر الله. بيبقى الموضوع فيه صعوبه، لكن طبعا لما بيروح للدكتور وبيطمنوه ويفهموا الامور بتبقى اقل حده. نعم. اعراضه ازاي يعني؟ زي ما احنا وصفنا، ويمكن هيبقى معانا بعد شويه فيديو كده ازاي بيحصل التشنج. هي التشنج بنسميه حاجه اسمها تونيك كلونيك، يعني بيحصل تشنج في اعضاء الجسم كلها وغياب عن الوعي. التشنج ده يعني حركات لا اراديه كده او كده، تمام، في ايديه ورجليه ووشه كله، حركات بالفم والعين زي ما بيسموها كده تقلب، او البياض بيظهر، ده التعبير الدارج، وحركات وغياب عن الوعي. ده اهم نقطه. التشنج الحراري بيحصل يعني في معلومات مهمه لازم احنا زي ما قلنا، احنا حمله انا طبيب الطفل دي بنقول المعلومات الصح. التشنج بيحصل من 6 شهور ل6 سنين عشان انت تحفظها. طب 6 شهور ل6 سنين. في كام؟ في 20% من الاطفال. التشنج دوت مش مرتبط عشان يقول لك ايه ده مرتبط بشده الحراره، لا، هو مرتبط بوجود الحراره. ان شاء الله 38 حراره الجو، لا، حراره الطفل. حراره الطفل لاي سبب، عنده نزله برد، التهاب في الاذن الوسطى، التهاب شعبي، نزله معويه، خراج، اي حاجه، احتقان في اللوزتين، التهاب في الجيوب الانفيه، اي فيروس او ميكروب، بس الطفل ده عنده استعداد للتشنج، فبيحصل ايه التشنج الحراري دوت. التشنج الحراري بيحصل من 6 شهور ل6 سنين. امتى نقول ده تشنج حراري؟ يبقى لازم يكون مرتبط بالحراره. مفيش حاجه اسمها نقول ده الطفل مش سخن وتشنج ده تشنج حراري، لا، لازم يكون مرتبط بالحراره. المعلومه ان هو دايما بيحصل في بدايه الحراره. يا طفل يا دكتور ده ما كانش سخن وتشنج، لا، ده هو وبعدها سخن، لا، هو والحراره بتطلع بيحصل الايه نوبه التشنج ديت. ودايما بنقول انها بتحصل مره واحده يعني هو عنده نزله برد، ممكن تحصل في هذا الدور مره، تكرارها لا، ده ليه معنى تاني هنتكلم فيه دلوقتي. لكن بيحصل مره واحده وبتاخد حوالي 5 دقائق. ليها اسباب تانية؟ في اسباب كتير للتشنجات، وفي اسباب كمان يعني عايزين نقول بس التشنج العادي، لكن في حاجه اسمها تشنج لا نمطي. ايه التشنج اللا نمطي؟ ما احنا خلينا في التشنج النمطي. نعرف النمط الاول. النمط في الاول اللي هو اغلبيه الحالات. التشنج الحراري ما بنحتاجش نعمل فيه فحوصات، الا في حالات برضو اللي هي في حالات التشنج بقى اللا نمطي. يعني ما بنحتاجش الطفل يتشنج انا هروح للدكتور عشان يعمل لي اشعه مقطعيه ورسم مخ، مش لا، يبقى هو مرتبط بالحراره، مرتبط بالسن، بيحصل مره واحده في هذا الدور، في هذا الانفلونزا. يعني يا ريت لو نقدر نجيب شكل التشنج برضو معانا الفيديو. تمام، هم يجيبوه دلوقتي نشوفه. الطفل دوت بيحصل حركات لا اراديه، نعم، وبيتشنج. ازاي نتعامل معاه هنقولها دلوقتي. لكن مش معنى ان الطفل ده يا اصل انا ابني بيجي له تشنج حراري فلو سمحت اديله مضاد حيوي بسرعه. من الحاجات ده طبعا ده شكل شايف حركات لا اراديه في الجسم كله. شايف احنا منيمينه ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، عشان ما يحصلش الطفل اسبيريشن او يشرق اهو خالص، ما فيش حاجه. بنحاول نفك نخليه باقل كميه هدوم. بلاش قصه ان الحاجات الغلط ان احنا نشيل الطفل ونروح حاطينه في شوف هدي، فخلال ايه
من دقيقه ل5 دقائق الطفل خلاص فك. وبيقعد بقى ساعتين، حاجه اسمها بوست اكتل، يعني يقعد مدروخ كده ايه ساعتين 3. شايف ملبسين لبس ايه خفيف، شيل الهدوم خالص ونيمه على جنبه. ده مهم جدا عشان الطفل ما يحصلوش اسبيريشن او شرقه، ويبقى الاب او الام هادي. بنسميها حاجه اسمها الضبط الانفعالي، يعني الام ايه تصوت بقى يعني ده اللي بنشوفه. يعني لو هو خدوا اي رد فعل بيزيد الموضوع عنده؟ لا هو بس عشان من القلق، يعني الطفل ممكن نحطه في الميه وبدا يفوق اهو خلاص عادي في خلال ثواني. تمام. النقطه ان الطفل دوت قصه ان احنا ايه الام تصوت وتعيط وتطلع تجري بيه وبعدين تحطه تحت الدش ويحصل له يشرق. ما هو تحت الدش يعني السوائل دي اللي في الميه هتروح داخله لا ما تعملش حاجه، سوي زي ما حصل كده. بنيمه اقل كميه هدوم، شيل الهدوم خالص او حاجه ضيقه نشيلها خالص ونيمه على جنبه. ماشي. عشان اللي هو الطفل وهو بيتشنج ممكن ينزل سوائل او افرازات من الفم، لو رجعت على مجرى الجهاز التنفسي تعمله التهاب رئوي على طول. فالموضوع ايه ده اي شرقه، يعني اتكلمنا عن يمكن الشرقه قبل كده. فدي من الحاجات المهمه اللي نخلي بالنا منها، ان احنا ما نحطوش في الميه. ومش معنى ان انت هتديله لبوس حراره دلوقتي او خافض حراره دلوقتي يبقى التشنج هيقف، لا هو التشنج هيقف لوحده. انت اللي كل اللي نعمله زي ما عملنا نيمه على جنب باقل كميه هدوم، ونحسب كده على الساعه 5 دقائق. الطفل عاد لوعيه بعد 5 دقائق، مش هيبقى وعي 100% طبيعي، لكن عاد يعني رجع بدا يبقى طبيعي. خلاص احنا كده ده ايه الامور استقرت. لو التشنج ده زاد عن 5 دقائق يبقى اتجه لاقرب مستشفى، مش عياده، يعني تروح لاقرب مستشفى. ممكن يبقى محتاج حاجه تفك التشنج، ممكن ايه محتاج تدخلات ايه حسب ما يرى الطبيب الايه الحاله قدامه. فيبقى احنا بنقول انها من 6 شهور ل6 سنين. انا بقول معلومات كذا مره عشان الناس الكلام يبقى فيها مظبوط وكلام فيها صح. من 6 شهور ل6 سنين بيبدا في بدايه الحراره. احنا بنتكلم عن التشنج الحراري النمطي. ممكن يبقى قبل 6 شهور، ده بنسميه نمطي. من 6 شهور ل6 سنين قبل ظهور الحراره بيبدا يحصل الطفل تشنج، بعد كده يظهر الحراره غير مرتبطه بخفض الحراره ولا المضاد الحيوي ولا بشده الحراره، عشان 40 ما هيتشنج منك، مالهاش علاقه. الطفل لو هيتشنج حتى لو 38. نعم. تمام. طبعا ده الفيديو الثاني ازاي نتعامل. شايف الاب يعني ايه شايل هدومه. ماشي. طفل سخن شاله الهدوم. طفل صغير يعني ممكن يحصل. قلنا من 6 شهور. ماشي. وشاله وفي ده وضع بقى للطفل الرضيع. طبعا فك الايه هيبدا يهول الدنيا، ده مهم تهويه. تمام. بص بقى هيشيله ازاي عشان يبقى ايه شايف التشنج اهو في عضلات الجسم كلها. تمام. خلاص بدا يفك خالص. ماشي. التشنج فك خلاص في ثواني. هو طبعا ايه الوضع زعل برضه يعني الواحد يشوف بس هو بحاجه سيلف ليميتد، يعني متحكم ذاتي. بقى بص شايف الوضع ده عشان ما يحصلش ارتجاع من الايه من السوائل اللي موجوده في الجهاز التنفسي ويرجع على الرئتين. فاحنا قلنا انه من 6 شهور ل6 سنين غير مرتبط بشده الحراره. بيجي مره واحده بس في الدور، ما بيحتاجش اي فحوصات. الوضع اللي هنعمله ده المهم، ازاي نتعامل مع الطفل دوت زي ما شفنا كده بالظبط. ده مهم جدا. ده التشنج الحراري. المعلومات المهمه طبعا مش هناخد في التفاصيل. المعلومات المهمه للتشنج الحراري النمطي اللي هو موجود وفي 20% من الاطفال. طيب. واللي احنا مش بنقلق منه بشكل كبير. طيب اسباب بقى ايه اللي بيخلي اصلا طفل يتشنج من 6 شهور ل6 سنين؟ هو ما فيش سبب مباشر. يعني موت صديد في اللوز يبقى ميكروب سبح مش عارف عامل التهاب في لا هو ما في، بس هو فيها شويه عوامل وراثيه. يعني في بعض الناس قالت ان فيها عوامل وراثيه، لكن هو استعداد من الطفل نفسه. زي سبب حساسيه الصدر ايه ولا حاجه معلش، ودي معظم امراض فاهمني. لكن هو سيلف ليميتد. احنا بنطمن الاب والام ان هو يعني حاجه متحكم ذاتي، يعني بيخف لوحده من 6 شهور 6 سنين الطفل ما بقاش عنده التشنج دوت. فيها شويه عوامل وراثيه، يعني لو اب وام كان جاله تشنج حراري وهو صغير ممكن الطفل يبقى عنده استعداد اكبر زي السكر زي طيب الكلام ده بيتكرر بالنسبه للطفل من 6 شهور ل6 سنين، ممكن يتكرر كم مره؟ بالظبط. هو ده بقى ايه، انت دخلت كده في في بعض الاشياء اللي نمطيه. نقول ان احنا لو اتكرر 2 أو 3 في السنه ده طبيعي. 2 ل 3 مرات في سنه. زاد عن كده بنتكلم كده في ادي سبب من اسباب اللانمطيه. يبقى ده لازم يعمل فحوصات، رسم مخ بقى، عشان مقطعيه، تحليل كالسيوم، تحليل سكر. ايه اسباب بقى الحاجات اللي تدخل في اللانمطي؟ بيبقى عند الطفل نفسه في الغالب بيطلع يعني احنا ايه، ممكن يكون في سبب عضوي في الطفل دوت، صعوبه في الولاده،
مشكله حصلت، التهاب حصل في اثناء الولاده، بعد الولاده اثر على مراكز معينه المخ، عنده بؤره صرعيه، كل ده وارد. لو سن صغير، في حاجات كتير بتعمل تشنجات في السن الصغير، يعني ممكن نقص الكالسيوم، نقص السكر، المغنيسيوم، ففي اسباب للتشنجات كتير. لكن احنا بنقول لا نمطي، يعني مش هو ده الطبيعي اللي احنا نبقى احنا بنسميه بناين، يعني حميد، يعني ما فيهوش مشاكل من 6 شهور ل6 سنين. اللي يخرج عن النمطيه امتى؟ لو السن ده اقل من 6 شهور، او السن دوت أزيد من 6 سنين، اكتر من 6 سنين. تعالى بقى نعمل فحوصات. طب لو احنا قلنا بناخد 5 دقائق، لا، لو الطفل ده قعد فتره طويله، او لما تشنج حصل في نفس عند دور انفلونزا تشنج فيه مرتين 3، لا، يبقى تعالى نقيم. يبقى ايه؟ اتكرر، حصل قبل 6 شهور، قبل او بعد 6 سنين، قعد فتره طويله، نعم، او اتكرر في نفس الدور، او احنا قلنا بياخد الجسم كله، اسمه تونيك كرونيك، بياخد عضلات الجسم كلها، لا ده واخد جزء اليمين او الشمال مثلا، لا، يبقى بندور في حاجه ثانيه. طيب ايه الفرق بقى بين التشنجات الحراريه والصرع؟ يعني اللي حصل ده انا ازاي افرق ان ده مش عنده صرع؟ بص، وانت ما تفرقش، احنا اللي نفرق. انا يا فندم ما اعرفش حاجه. لا بص، هو في فرق كبير بين الاثنين، بس هي الاساس ان هو اللي عنده صرع دوت بيحصل بدون ارتباط بالحراره، دي الايشو او اهم نقطه. ولذلك لما بيخشوا بقى الاثنين في نفس السيستم، لا، افرق بينهم بالرسم المخ. لما بيخشوا بقى ايه، لا ده بعد 6 سنين وتشنج، او تشنج كذا مره، او تشنج كذا مره في السنه، او تشنج في سن مش السن بتاع التشنج الحراري، او غير مرتبط بالحراره، تعال ندور. فاهم؟ لكن كشكل تشنج ممكن يبقوا متشابهين، بس التشنج نتيجه البؤره الصرعيه ممكن ياخد جزء واحد من الجسم، ممكن ياخد الشفايف بس، ممكن ياخد الشمال بس، او اليمين بس، او الايد بس، او رجل بس، مش كل الجسم. بس ممكن ياخد الجسم كله برضه، بس غير مرتبط بالحراره. طب اسباب الصرع ايه؟ يعني لو جينا تطرقنا الموضوع نفس الكلام، مفيش حاجه مفيش حاجه اصله. لا بص، الحاجه اللي ليها سبب مباشر يبقى ليها علاج مباشر وتخف، والحاجات الصرع والحاجات دي ملهاش علاج مباشر، بمعنى ان هي فيها برضه عوامل وراثيه، بس بقى فيها الصرع ده مرتبط بحاجات كتير تاني، امراض تاني موجوده في المخ. يعني طفل عنده مثلا نقص اكسجين في المخ، طفل جاله الصفرة بنسبه عاليه وحصل مش عارف ايه، طفل اتعرض لحادثه مثلا، حصل لا قدر ورم خراج في المخ، اي حاجه من الحاجات دي ممكن بسهوله تعمل لنا البؤره الصرعيه، او يبقى من اعراض، او يبقى من المتلازمات معاها يحصل تشنج. بس ده ملوش علاقه بالتشنج الحراري، عشان الناس ما تخضش، الله يخليك. التشنج الحراري موضوع مختلف تماما عن الموضوع ده. بس انا معايا اتصال، بس طبعا لازم بس اعتذر للساده المشاهدين اللي كانوا بيحاولوا يتصلوا بينا في الفقره الماضيه، لكن علشان كنا نعطي الفرصه كامله لسياده اللواء ابو بكر، وبعتذر لكم مره ثانيه، وحاول، وانا عارف ان الوقت للاسف بيجري سريعا وفي تعليقات كتير على الفيس، مش عارف مش هنلحق ناخدها تقريبا. خلونا ناخد اتصال معانا. ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا، اتفضل. يا دكتور، انا ولادي عندهم مشكله بالنسبه للبول. بالنسبه ايه؟ ولفيت عليها كتير ومحدش افادني، وعملت تحليلات، البول بتاعهم لونه احمر. البول لونه احمر؟ مش عارفه اعمل ايه. عملت تحاليل ايه يا مبدل؟ تحاليل، رحت لدكتور اطفال، كان دكتور يقول لي اعملي تحليل عادي، يعني في اي يعني عملت تحليل بول بس؟ قالوا لي ما فيش اي حاجه، ما عندهمش حاجه. طب هو سنه قد ايه؟ الدكتور قال لي عندهم اكسده في البول، فبيحول البول للون احمر. عملت تحليل بول بس ولا تحاليل كتيره يا محمد؟ كتير قوي. طيب هو سنه قد ايه؟ انا معايا ابني عنده 3 سنين وبنتي عندها 5 سنين، فيهم نفس المشكله. الاثنين عندهم نفس المشكله؟ طيب ماشي، فانا هرد على حضرتك حالا. اشكرك يا محمد. حكايه تغير لون البول، طبعا لون البول ده ممكن يتغير مع اشياء كتير. يعني ممكن مع طبيعه الاكل، ممكن مع بعض الادويه، ممكن مع التهابات، ممكن مع بعض الاملاح الموجوده، لكن طبعا في بعض امراض حاجه بنسميها التمثيل الغذائي ممكن تعمل معانا تغير لون البول ده. بس لازم يعني طفلين، لا احنا كده بنتكلم في حاجه وراثيه من امراض التمثيل الغذائي او من امراض اكسده البول، فدي لازم حد من الناس متخصصين في التمثيل الغذائي يعمل فحوصات معينه للتمثيل الغذائي للبروتينات والدهون والى اخره في الجسم. دي حاجه من الحاجات اللي، لكن مش قصه نعمل تحليل بول وخلاص، ما فيش حاجه اسمها كده، لازم نعمل فحوصات كامله، فحوصات وراثيه وفحوصات للتمثيل الغذائي والامونيا 30 حاجه ممكن تتعمل دي. طيب محمد صابر بيسال حضرتك يا دكتور، بقول كيف نعالج التشنج عند الكبار؟ يسال دكتور باطنه.
ازاي؟ لا ما هو التشنج عند الكبار ده مش تشنج حراري، فهو البؤره الصرعيه لو هو ده ده كده سببه. يبقى صرع مش تشنج؟ طب ما هي ما فيش فرق. بص، التشنج ده العرض، الصرع ده التشخيص تاني. يعني الطفل بيتشنج مش معناه انه عنده صرع، لكن تشنج نتيجه بؤره صرعيه في المخ يبقى ده ايه؟ تمام. ده صرع خلاص. تمام. فده علاجه لازم بيبقى على المدى البعيد على طول نمشي على مضادات التشنج، بنزود الجرعه وبنقللها حسب استجابه الجسم. يعني في انسان بيستجيب من نوع واحد، في نوعين، في ازود الجرعه بشكل اعلى حسب استجابه الجسم. نعم. طيب ام خديجه بتقول انا بنتها عندها 7 شهور، عندها حساسيه الجلد لدرجه انها بتجرح جسمها، وانا مش باكلها بيض ولا موز ومش عارفه اعمل ايه. تاني، بيض ولا موز؟ طيب السن قد ايه يا شباب؟ 7 شهور. 7 شهور. بص، هو 7 شهور اكتر حاجه تعمل حساسيه هي منتجات الالبان. كويس. وبعدين ما فيش حاجه زي ما قلنا قبل كده، علاج الحساسيه ان انا ابعد عن سببها. فلازم الام بمعرفتها بطبيعه اكل الطفل واللي بتاكله واللي بيشربه هو بتحدد نوعيه الحساسيه من ايه. ما ينفعش ان انا اقول ايه اكلوش بيض ولا فول ولا مانجا ولا فراوله ولا لا. امال اكلوا ايه؟ بالظبط. وحاجات معظمها بيبقى مفيد. فلا، يبقى احنا بنتكلم ان الام طبيبه القصه. طب احنا ايه اللي نعمله الام ديت؟ يعني نديها نصيحه، اقول لها وقفي الالبان للطفل وليها عشان وهي بترضعها. الالبان والبيض توقفهم كده اسبوعين. تمام. وتاخد ملطفات عاديه للجلد. تمام. لو الحساسيه اتحسنت بشكل كويس يبقى احنا بنتكلم كده في حساسيه نتيجه الالبان. ده لازم نقعد 6 شهور لسنه على نفس المنوال دوت. طيب نرجع للتشنج اللانمطي، احنا كده خلصناه؟ نقوله تاني بسرعه. هو التشنج اللي هو بيحصل قبل 6 شهور، بعد 6 سنين بيقعد فتره طويله، بيقعد بيتكرر في نفس الدور كذا مره، او بيتكرر في السنه اكتر من مره، او غير مرتبط بالحراره. يبقى احنا كده بنتكلم في تشنج حراري لا نمطي. طب ليه علاجه ازاي؟ يعني طرق العلاج حسب ما نشوف. ما احنا بنعمل فحوصات ليه؟ لانه عشان تشخص. بالظبط. لو طلع انه ما فيش في الفحوصات دي اي مشكله عضويه، يعني ما فيش حاجه في رسم المخ ولا الاشعه المقطعيه ولا فحوصات الدم ما فيهاش حاجه، يبقى احنا برضو تشنج حراري لا نمطي بياخد وقت ويروح برضه. لكن لو طلع في مشكله بنبدا بقى ناخد مضادات للتشنجات فتره طويله. ولو الطفل بيجي له تشنج حراري كتير برضه بندي مضادات للتشنجات فتره طويله من سنه لسنتين ونشوف استجابه الطفل للموضوع. طيب ناخد اتصال. دعاء من الاقصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ بلال؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يخليك. انا بنت اختي بيحصل لها حاله اغماء. يعني ايه اغماء؟ بيغمى عليها. سنها قد ايه يا فندم؟ ايه؟ سنها قد ايه؟ 7 سنين. الاغماء ده بتغيب عن الوعي خالص او جسمها بيتخشب، ولا بتبقى بس حاسه انها مش معاكم؟ لا، بتغيب عن الوعي. بتغيب عن الوعي تماما. بيحصل لها كل قد ايه حضرتك؟ بيحصل لها كل قد ايه؟ فتره قريبه. يعني بيبقى مرتبط بحاجه نفسيه؟ حصل لها مرتين. بيبقى مرتبط بحاجه نفسيه، يعني بخناقه، مشكله، حد زعلها كده يعني؟ لا. طيب عادي يعني، هي عاديه خالص. طب عملت اي فحوصات؟ لا. طيب هي راح هتعمل ان شاء الله. نعم؟ هتعمل ان شاء الله. مش سامع. هتعمل ان شاء الله. رايحه تعمل. طب هو بيجي لها من امتى التشنج ده حضرتك؟ لا، الاغماء. الاغماء ده من امتى؟ بيجي لها السنه. من امتى بدأ معاها حضرتك؟ من السنه دي مرتين. السنه دي بس، لكن طول فتره ال6 سنين ما كانش في حاجه؟ لا خالص. ماشي يا فندم، هنرد على حضرتك. اشكرك. طب ماشي. احنا ما عندناش حاجه اسمها اغماء. ماشي. غياب عن وعي ده تشنج، بس هي انواع. في حاجه اسمها بتيت مال، يعني حاجه صغننه، وفي حاجه كبيره، وفي اشكال للتشنج كتيره. لكن ما فيش حاجه اغماء ده اللي عندنا في الكبار ده نفسي. الزوج ضرب زوجته قلمين فتروح مغمى عليها. ما فيش حاجه اسمها اغماء عندنا. ممكن يكون تمثيل هيستيريكال او اللي هو نفسي يعني. فانا ليه بسالها بيرتبط؟ لان السن 36 لو في مشكله لا قدر الله او كده. بس طبعا احنا ده ممكن يبقى يعني شك، ان احنا شاكين انه يكون موضوع نفسي، لكن ما اقدرش اقول لنفسي الا لما اعمل فحوصات. لسه بنسال، فلازم تعمل رسم مخ، لازم تعمل اشعه مقطعيه على المخ، ولو طلع كويسين يبقى الموضوع ده هيستيريكال او حاجه نفسيه. لمشاكل معينه. بالظبط، مشاكل، تغير، السكن اتغير، المدرسه اتغيرت، توصل لدرجه الاغماء او التشنج. ما هو اصله لو سن صغير وتشنج مش هيعرف يمثل، لكن 7 8 سنين دي لا يعرف. ممكن.
وخصوصا لو في الام مثلا بيجي لها اغماء كده يعني. لكن برضو في نوع من التشنجات بيجي بالشكل ده، يعني عشان ما فيش حاجه اسمها اغماء، في حاجه اسمها غياب عن الوعي او لا. حصل غياب عن الوعي سواء بحركات لا اراديه شديده زي ما قلنا تونيك كولونيك في الجسم كله، او ما حصلتش او حصلت في جزء معين، او ما حصلتش خالص بس مجرد ان الطفل غاب عن الوعي او سرح. ايه رايك ان في نوع من التشنج طفل يسرح كده فتره طويله؟ ده التشنج نوع تمام. فلازم يتقيم بشكل صح. طيب نرجع للعلاج بقى، مراحل العلاج للتشنج. علاج التشنج، بص هو سبب التشنج ايه؟ نعم الحراره. فعلاج التشنج ان انا ادي علاج لسبب الحراره فقط. نعم. لكن نبقى عارفين ان هو مش عشان هو الدور ده بيجي له تشنج حراري يبقى لازم ياخد مضاد حيوي، عشان مضاد حيوي هينزل حراره بسرعه عشان ما يتشنجش تاني. لا، هو لو هيجي له تشنج واخد مضاد مش واخد حقن مش واخد خوافض مش واخد برضه هيتشنج. نعم. فاحنا بس يبقى علاجه ان احنا بنقول ليه ان احنا قلنا، لو انت فاكر المفروض قلنا ايه، احنا بنتكلم على طوارئ الاطفال، ازاي الام تتعلم. يعني انا اللي ياخدوا الام والاب مين النهارده ايه؟ لا قدر الله والطفل ده مصاب بالتشنج الحراري، ملوش علاقه بالعلاج ده مكتوب في الكتب وتخش على النت زي ما انت عايز. لا، انا عايز الام تتعامل معاه ازاي. مش احنا عايزين نعلمها نثقفها ازاي توصل انه لا قدر الله لو الطفل ده احنا بنقول 20%، يعني ما فيش بيت ما فيهوش طفل بيتشنج، العيله لازم يكون فيها واحد اتنين بيتشنجوا كويس. تشنج حراري يا جماعه عشان بس الناس ما تتشائمش مني. طيب فالمعلومه ازاي نتعامل معاه لما يحصل كده، بس الضبط الانفعالي. نعم. الانضباط الانفعالي بتاع الام لما يحصل كده او الاب لما يحصل كده، بس كويس. هي دي النقطه المهمه نحط تحتها 30 خط عشان نعرف نتعامل مع الطفل وما يتضرش. طيب في أمة الله يوسف بتسأل سؤال خارج الموضوع، السؤال اللي خارج الموضوع ده ناخده ولا يبقى عليه فلوس ولا ايه نظام؟ لا خلاص يا باشا، انا عديان المره دي. الحساب عندنا المره دي. ابنها 9 شهور ونص بيطلع اسنان، بيقعد بس ما بيعرفش يقف على رجله خالص، هل ده عادي ولا مش عادي؟ ودايما بيتعصب جدا فتره وبعدين بيهدى، ده برضه عادي ولا لا؟ طيب هو يتعصب جدا، دي ما فيهاش مشاكل. موضوع السنان بقى بالمره بقى، عشان ايه طالما انت جيت لي في القصه دي، انا قلت لك كنت كاتب على الصفحه ما هي اعراض التسنين. فطبعا ايه جالي خزعبلات كتيره جدا عشان الناس ما تزعلش، جالي تعليقات كتير جدا اللي يقول لك ده بيسنن. يعني مثلا عندنا حد بيقول لي ده مثلا ايه يعني بتحمر، واحد تاني كان يعني حاتم كاتب يعني بتحمر وبيسخن، ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ متقلب مناخيره بتزرق وبعدين لا في عندنا ولا بتقول ده بتطلع سنانها مش عارف، بتطلع سن واحد ده بيأثر عليها وما بيأثرش. في مصطفى دويدار بيقول لي ايه، بعد اذن حضرتك يا دكتور انا عندي سؤال، انا ابني عنده سنه ولسه ما طلعلوش اسنان، بس بيقعد وينقل على الحاجه ويمشي كده، يعني هل في قلق على الطفل ده؟ انا مضطر ان انا اطلع فاصل وهنجاوب. نعم. مشاهدينا هنطلع بس فاصل قصير ونرجع لكم تاني، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. سريعا يا دكتور، موضوع التسنين. بص رد عن أمة الله يوسف، استاذ مصطفى ديودار وكل التعليقات اللي جت. يا جماعه التسنين ملوش اعراض، هو نوع من انواع النمو. التسنين ممكن يخلي الطفل مقريف شويه، يعني مزاجه مش كويس، ممكن يعملوا الام في اللثه، ممكن في بعض الحالات بيعملوا اضطرابات في النوم، بس مش حاجه تاني. مفيش حاجه اسمها بيسنن باسهال، بيسنن بترجيع، بيسنن بعينيه، بيسنن بقفاه، كل ده ما فيش حاجه اسمها كده. المطلوب مننا ان احنا الطفل، حكايه ان الطفل يتاخر شويه في السن دي ما فيهاش مشكله طالما النمو العضلي بتاعه زي ما قلنا قبل كده ماشي كويس. بندي فيتامين د من سن شهرين لسن 4 شهور، بعد كده بندي كالسيوم حسب وزن الطفل، ولو الطفل متاخر شويه في التسنين او كده بنزود الجرعه شويه، ده حسب ايه ما يرى الطبيب هذه القصه. طيب كويس. في حاجة تانية عن التشنج؟ في حاجة عن لا هو بص احنا التسنية عشان بس فكرة انا دايما بقول الاسنان المتهم البريء، اللي هو كل حاجة بيسنن بيكح، بيسنن بعينيه ملتهبة، بيسنن ودانه بيسنن عنده اسهال، الكلام ده بس عشان نبقى برضه فكرة احنا عايزين الثقافة الطبية الصحيحة. هو ده اللي بنقوله.
طيب. التسنيم ملوش علاقه باي عرض من الاعراض. للاسف طبعا عشان فقراتنا النهارده كانت مليئه بالاحداث، للاسف مش هنقدر. انا بعتذر لكل الساده المشاهدين وكل اللي تفاعلوا معانا على صفحتنا طلع النهار. مش في كومنتات جات لنا كتير جدا، بس للاسف انا هاخد بس كومنت واحد، ويعني يا دكتور محمد يا ريت تشاركني. من حسام بيقول مين اللي خطفهم؟ يعني هو عايز يسال طب عمليه الافراج تمت ازاي؟ طب الموضوع ده هيعدي بدون عقاب؟ اوكي انا من بكره هنزل اخطف البلتاجي وبديع طالما مش هتعاقب. اما ده فيلم زي ما قلت قبل كده عشان يغطي على حمل التمرد وعلى قانون الصكوك وقانون ضريبة الدخل. ما يثار الآن، الرئيس محمد مرسي نجح بالفعل، والفريق أول عبد الفتاح السيسي والشرطة وأهلنا في سينا الشرفاء إن هم يضغطوا على المجرمين لغاية لما يسلموهم ويتم محاصرتهم. الآن دلوقتي التشكيك في عملية ودي كانت كلها فيلم هندي، وكل ده علشان رفع شعبية الرئيس محمد مرسي. هل نوصل لهذه الدرجة من التفكير اللي احنا نفكر بالشكل ده؟ رأي حضرتك يا دكتور بعيدا بقى عن الطب بجد والله. لا هو ده تخيلات، يعني هو ده بيتخيل حاجه يعني هو بص، لو كان حصل ان لا قدر الله حصل دم هيقول لك لا الدم هو المسؤول وهو اللي فرط بالظبط. لو كان حصل مش عارف انه الجنود دول حصل ضرب او مش عارف ايه هيقول لك ده اتاخر ده هو اتاخر في القرار. نعم. ولو نجح بدون ولا قطره دم. طب احنا كده مش عاجب الناس. قريت على الفيس بيقول لك ايه، احنا مش عايزين المخطوفين، احنا عايزين الخاطفين. يعني للأسف أنا مش عارف، بس احنا كده بنقول للناس تهدى يا ناس، احنا عايزين مصلحة الوطن وعايزين البلد دي تتقدم. هتتقدم ازاي واحنا قاعدين بنشكك في كل حاجة؟ حتى الإنجاز اللي بنعمله مش عاجبنا. يعني ارحمونا وخلوا البلد دي تمشي. طبعا انا بشكر الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحادثي الولادة، بشكر حضرتك شكرا بس جزيلا. الحلقة الجاية عن نتكلم عن تغيير السلوك في الأطفال. تمام ان شاء الله، دي هتكون يوم الاربعاء الجاي. هنكمل سلسله تغيير سلوك الطفل للاحسن ان شاء الله. طبعا انا بعتذر مره ثانيه وثالثه لكل اللي تعبوا وشاركوا معانا في الناس اونلاين. ان شاء الله نعوضها يوم السبت الجاي. اتمنى النهارده فقراتنا تكون نالت اعجابكم يا رب. ان شاء الله ينصر مصر والمصريين، ودايما ايامنا كلها تكون فرح، ومشكله الكهرباء تتحل قريبا ان شاء الله. اتمنى ذلك من كل قلبي. بشكركم على حسن المشاهده. بشكر مخرجنا الجميل الاستاذ كريم السويفي. بشكر طبعا مدير تحرير البرنامج الاستاذ ابراهيم، كل من وراء الكاميرا. اتمنى لكم اجازه سعيده. اشوفكم ان شاء الله، هتوحشوني جدا اليوم السبت. اشوفكم يوم السبت ان شاء الله على خير، في امان الله.